أخ يتآمر على قتل أخيه، ولتنفيذ هذه الجريمة استعان بابن أخيه ليدخل الدار ليلا ويقوم مع شريك جريمته بقتل الضحية وتقطيعه ورميه في الأزبال. وما كشف عن هذه الجريمة هو اختفاء الضحية والإبلاغ عن ذلك في منطقة الشماعية ببغداد. وكالعادة توصل أبناء الداخلية إلى الجنات بسرعتهم المعهودة. توفرت لنا معلومات أنه اختفاء أحد المواطنين من دار السكنية ضمن منطقة الشماعية التابعة لأعمال هذه المديرية، وترك آثار دماء في محل الحادث. تم تشكيل فريق عمل كفؤ لغرض التوصل إلى مصير المواطن ومعرفة ملابسات الحادث. دارت الشبهات حول المتهمين. تم القبض على ابن المتهم وشقيق المتهم، واحد الأشخاص اللي استعانوا بهم بالحادث. تبين أنهم قاموا بقتل المجنى عليه وحمل جثته ورميها في مكب النفايات. بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتصديق الأقوال ابتدائيا وقضائيا، الانتقال إلى محل الحادث والعثور على الجثة، إرسالها إلى الطب العدلي وإكمال الإجراءات. صدقت كافة الإجراءات القانونية من قبل السيد قاضي التحقيق، والتحقيق ماشي بالمسار الصحيح. ابن الضحية الذي تآمر على قتل أبيه شرح لنا كيف غرر به عمه ليساعد على قتل أبيه وتقطيعه وتسهيل مهمة المجرمين في تنفيذ جريمتهم. سيدي اجوا المغرب هادي وخالد، اجوا قالوا لي هذا اسمه راح نقتل والدك. قال لي هذا ابوكم اذيكم وهاي، واخوك اقتل روحه من وراه، وشحت امك وهاي وشحت اخوك. قنعوني، قلت امي راحوا. النوب رجعوا بالتسعة، شربوا شاي وراحوا. بعدين جو هيك بالوحدة هيك بالليل على حكي، رجعوا جايب بيده ساطور خالد وجفوف. قالوا يلا، قلت لهم بالباب واقف اني. قعدت اكو حاويه بالباب مالنا، قعدت يمها. طبوا هم هيك، من طبوا بقوا هيك 15 دقيقة هيك، بقوا جو طلعوا لافينا بخاولي. من لافينا؟ هو والدي. لافينا بخاولي وقمصلة كابوي مالت هادي. لافينا اخذوه. اكو ولد اسمه الدعلج ما ادري بيواقف مسافة بيده عربانة، شالوه خلوه بالعربانة. رحت وراه ماني. ايش قال لي عمي وين ارجع؟ رجعت اني سيدي. ايش قال اكو دم مسحه، رحت مسحت الدم. جرائم لا يرتكبها حتى الشيطان، لا بد من الوقوف على أسبابها ومعالجتها قبل استفحالها، ولا تحين مندم.